يا مساء الفل، نورتوني واسعدتوني جدا، وبرحب بالمشتركين الجداد اللي اشتركوا عندي. بشكر جدا الناس اللي اول ما دخلت شجعتني بلايك. هنعمل النهارده اكله حلوه جدا واقتصاديه كمان، تنفع الاولاد في اللانش بوكس وتنفعك انت كمان لو موظفه ومستعجله. هتيجي تلاقي حاجه جاهزه على طول تاكلوها، اكله تنفع فطار غدا عشاء. هنعمل كميه كبيره من برجر الفراخ، واخده قرمشه من بره حلوه كده وجوسي وجميل من جوه. يلا نشوف وصفتنا مع بعض. سمي الله ونبتدي. جبت هنا بطاطسايه قشرتها وقطعتها كده صغير علشان تستوي معايا بسرعه. هزودها ميه وهرفعها على النار عشان تتسلق. بعد كده كان عندي نص فرخه صدر وورك، خليتهم من العظم وقطعتهم كده صغير علشان هنضربهم في الكبه. حطيتهم بقى في الكبه بتاعتي وهفرمهم كده فرم ناعم خالص. بعد بقى ما فرمت الفراخ كويس جدا كده كانك هتعمليها كفته، هجيب بقى الفراخ بتاعتي وهنزلها بقى في طبق كده كبير واسع. على بال بقى ما جهزت الفراخ بتاعتي كانت خلاص البطاطس استوت. بختبرها كده بالشوكه، بلاقيها كده بتدخل معايا بسهوله. هبتدي ان انا اهرسها كده بالهراسه بتاعه البطاطس، هنعمها كده خالص بالهراسه. وبعد كده بقى هضيفهم بقى على الفراخ بتاعتي، هقلبهم مع بعض كويس جدا بحيث ادخل البطاطس كده مع الفراخ بتاعتي كويس جدا. هضيف بقى عليهم 3 معالق كبار من البقسماط، وهنضيف بقى التوابل بتاعتنا. هضيف بقى بصل باودر وتوم باودر، حبه كده صغيره من جوز الطيب، وكمان بابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبره وتوابل برجر، ولو مش عندك حطي توابل فراخ. هقلب بقى كده كله مع بعضه كويس جدا جدا بحيث ان كله يتداخل كده مع بعضه. هحط كمان بضيه وهضيف الملح لاني كنت ما ضفتهوش مع التوابل، وهضيف كمان حبه فلفل اسود علشان البيضه. ملح هنا على حسب الكميه اللي انتي هتعمليها. ضفت هنا حوالي معلقه صغيره كده ممسوحه من الملح. هقلب بقى هنا كويس تقليبه حلوه كده بالمعلقه وبايدي لحد بقى ما الخليط بتاعي كده يبقى كويس معايا ومتماسك كده زي خليط الكفته. هجيب بقى المكبس بتاع البرجر وهجيب كده حته كده كورها من الخليط بتاعي كده، وهدهن ايدي دهنه خفيفه كده من الزيت علشان كده ما تلزقش في ايدي. وبجيب كيس تلاجة كده وبفتحه كده علشان احط عليه الخليط بتاعي وما يلزقش في المكبس بتاع البرجر. زي ما انتوا شايفين كده بيطلع لي المكبس ده شكله كده حلو كده للبرجر زي بتاع بره بالظبط. لو مش عندك بقى وانتي من عشاق البرجر ممكن تجيبيه، هو سعره مش غالي قوي يعني، تقدري تعمليه بالمكبس ده وتقدري تشكلي بايدك عادي مفيش مشكله خالص. انا هعمل شويه كده وشويه كده، شويه بالمكبس وشويه هشكلهم بايدي عادي جدا. وادي الشكل اللي انا عملتهم بالمكبس، شكلهم حلو جدا. لو انتي هتحمري كده على طول مش هتعملي تغطيه. هكمل بقى الباقي بايدي كده. هدهن ايدي دهنه خفيفه من الزيت، وهبتدي ان انا اكور كده كرايه كده وهبططها بالشكل ده كده، وهسويها من الجناب على قد ما اقدر كده اساوي علشان تبقى البرجرايه كده متساويه والسطح بتاعها املس وناعم كده. تقدري تعملي منهم كميه وتشيليهم بقى في الفريزر وتطلعي بقى بالطلب يعني على حسب ما انتي عايزه، وتقدري تعمليهم كده سندوتشات للاولاد في المدارس او على غدا بقى او عشاء. هيوفر معاكي وقت ومجهود كبير جدا. لو مستعجله تقدري ان انتي تعمليهم على طول زي ما هعمل النهارده. لو مش مستعجله تقدري ان انتي تحطيهم في الفريزر وتسيبيهم كده لمده ساعه، وبعد كده تحط لهم بقى التغطيه اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي وتحمريهم عادي جدا. هنيجي هنا بقى للتغطيه. جبت كيس دوريتوس وابتديت ان انا ادقه بالمدق بتاع اللحمه، وممكن تدقيه بايد اللي هو لو مش عندك المدق ده. وهنعمهم خالص كده لحد ما ينعموا. ممكن برضو تفرميهم في الكبه لو حابه. نعمتهم هنا خالص اهو. هنزل بقى بيهم في الطبق بتاعي كده. وممكن برضو تستخدمي كورن فليكس او فيجيتار او بقسماط. هضيف هنا على الدوريتوس معلقتين كبار من البقسماط، وهقلب بقى كده كله مع بعضه. مش هنضيف هنا توابل ولا اي حاجه لان الدوريتوس حامي كده وفيه كل حاجه. هجيب كده هنا بيضايه كده في طبق وهحط عليه حوالي ربع كوبايه صغيره من اللبن. هرش كده على البيضايه حبه فلفل اسود وذره ملح كده صغيره. هقلب بقى كده كله مع بعضه. وفي طبق كده تاني هحط معلقتين كبار كده من الدقيق. وكده خلصت كده التغطيه بتاعه البرجر بتاعي. كنت مدخلاه انا الفريزر على بال ما اجهز التغطيه دي، بس اللي كان لسه يعني ما كانش لحق يجمد معايا كويس. هبتدي ان انا احطه بقى في اول حاجه في الدقيق، وبعد كده بقى هنحطه في البيض واللبن. بعد كده هغلفه باخر تغطيه وهي الدوريتوس كده اهو بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا احطه بقى كده على طبق مفروض. هعمل معاكم واحده كمان. اول تغطيه هتبقى في الدقيق، بعد كده هحطه في البيض واللبن، بعد كده هطلعهم بقى على الدوريتوس بالشكل ده كده. ولو مش عندك دوريتوس زي ما قلنا ممكن فيجيتار، ممكن بقسماط ناعم، ممكن برضو
كورن فليكس لو متوفر عندك. هنا بقى كان خلص معايا الدوريتوس، كملت بالفيجيتار وكمان علشان الاولاد ياكلوا منه لانه الدوريتوس كان حامي شويه. خلصت هنا بقى كل الكميه، هاخدهم بقى كده في زيت سخن كده على النار، هقليهم بقى في زيت سخن جدا. لازم يكون الزيت سخن علشان التغطيه بتاعتك ما تفكش منك. وطبعا لو حابه ان انت تدخليهم في الفريزر قبل ما تحط التغطيه مفيش مشكله، هيبقى ماسك نفسه شويه معاكي. وعايزه اقولك ان انا هنا اشتغلت بيه على طول عادي جدا، برضو ما فكش معايا في الزيت ولا في القلي، عادي خالص. حمرته كان متماسك وكان ماسك نفسه لحد لما طلعته عادي جدا. شايفين بقى اول ما ياخد اللون الذهبي ده هبتدي ان انا اقلبه واقلبه باستمرار كده علشان ما يتحرقش معايا وياخد لون غامق. احنا عايزينه لون فاتح كده وحلو. قليت الاول اللي بالفيجيتار وبعد كده قليت اللي بالدوريتو علشان ما يبقاش حراق على الاولاد. قليت هنا بقى كل الكميه اللي معايا. عايزه اقول لكم ان عملت معايا كميه حلوه وما كشتش معايا في القلي ولا اي حاجه. تعالوا بقى نعمل السندوتشات الحلوه قوي دي. هجيب بقى كده العيش الكايزر اللي انا عملته معاكم الحلقه اللي فاتت، طلع ناجح وجميل ما شاء الله عليه، يعني عملته بطريقه اقتصاديه جدا. هيظهر معاكم الفيديو دلوقتي في الايفون وهتلاقوه في الفيديوهات، برضو هتلاقوه الفيديو اللي قبل ده على طول. هجيب بقى العيش بتاعي كده وهحط حبه كاتشب وحبه مايونيز وحبه خس كده او كابوتشا، وهجيب كمان كده طماطمايه والجبنه الجبنه الشيدر دي اهو زي ما انتم شايفين. ببتدي اول حاجه كده بالكاتشب وبعدين المايونيز وبحط بقى طماطم وخس، وبعد كده بحط قطعه كده من البرجر بتاعي وهحط عليها على طول الجبنه، وهضيف بقى كاتشب او مايونيز تاني، وهحط بقى طماطم او خيار لو حابين. عايزه اقول لكم ان الساندوتش ده حلو قوي، هيشجع الاولاد جدا. ممكن بقى ما تضيفيش كل الاضافات دي، ممكن بس تحطي قطع كده من البرجر وعليها كده شويه كاتشب او طماطم او خيار، المتوفر عندك تقدري تحطيه. ساندوتش بقى مشجع جدا للاولاد داخلين بقى على الدراسه. حابه ان انا اشجعكم بقى واجيب لكم افكار حلوه لللانش بوكس. لسه برضو مستمرين في افكار تاني كتير حلوه واقتصاديه. ولو وصلتوا لهنا بقى وعجبك الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني بلايكات كتير واشتراك وفعلوا الجرس عشان اوصلكم كل جديد انا بنزله. ولو كومنت صغير منك هيفرحني وهيسعدني جدا جدا. طبعا شير بقى لقرايبك ولاصحابك لو حسيت ان الفيديو ده هيفيدهم. اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.